هاي كيفكن؟ اليوم رح أعلمكن أكلة كتير طيبة، حتحبوها كتير، جربوها ما رح تندموا. هي الأكلة تركية بس على طريقتي وبمكوناتي أنا. خليكن معي. نحتاج لكاستين برغل ناعم، أبيض أو أسمر ما بتفرق. بنحط فوقن كاستين مي سخنة عم تغلي وفوقن كاسة سميد ناعم، وبنتركن لحتى يتفتح معنا حبة البرغل. وبعدين بنحط فوقن 3 معالق طحين ومعلقة مية بندورة ومعلقة دبس فلفلة، وبنحركن كتير منيح مع بعض. وقت عم نعجنها مشان تاخد القوام المناسب بنضيف فوقها نص كاسة مي سخنة. وللبهارات شوية ملح، شوية كمون وفلفل وفليفلة حمرا فقط لا غير، ما بدها بهارات كتير يعني. وبس برد البرغل تماما تماما بنضيف البيضة. اسعكم تحطوها قبل لأنه رح يأزنخ، ومنضل منعجنه لحتى تصير معنا قوامه ممتاز. وللتشكيل بنحط بزبدية شوية زيت ومنقطعهم شقف صغيرة صغيرة، بعدين بيكبسوها هيك بإصبعتهم مثل ما شايفين. هلا التشكيل انتو شلون بتحبوا ما بتفرق، بس هن اصولها هيك بيعملوها. واللي عم يوصل معي لهون يا ريت تشتركوا بالقناة وتحطوا لي تعليق حلو مثلكم. مثل ما شايفين بناخد قطع صغيرة بندورها شوي وبنكبسها براس إصبعتنا، يعني تشكيلها كتير سهل. وعلى جنب بنحط شوية زيت مع كمسن توم مع معلقة مية بندورة ومعلقة دبس فليفلة، وفوقهم بندوراية واحدة مبروشة. وهي اختياري طبعا، أنا هدول الزيادات والإضافات كلها من عندي. والبهارات ملح وفلفل وفليفلة فقط لا غير. بعدها بنحط لها تقريبا نص كاسة مي وفوقها دبس رمان، هاي الإضافة كمان من عندي. وبطنجرة تانية بنحط مي نظيفة وبنضيف فوقها ملح الليمون مشان ما تفرط معنا وشوية ملح. وبس غليت المي معنا منيح بننزل الكبة اللي ساويناها، وبتاخد استواء من ربع ساعة لنص ساعة على حسب حجم الكبة. وعلى جنب الأتراك بيحطوا لها بس لبن، وكإضافة من عندي حبيت حط لها طحينة وتوم وليمون. وبس استوت الكبة بننزلها فوق الصوص وهو مطفي تحته. وللتقديم بنحط الكبة وفوق اللبن اللي عملناه. كإضافة من عندي حميت شوية سمنة مع شوية فليفلة وطشيتها فوقها. بنصحكم من قلبي تجربوها، والله طعمتها هيك ميكس خطير عامل. إذا عم تعجبكم وصفاتي لا تنسوني من اللايك والاشتراك بالقناة. بحبكم بالله، سلام.